بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء وبنات طلبة الصف الثالث إعدادي، رجعنا نستكمل حل تقييمات كتاب الوزارة. حنحل تدريب الشهر الأول. افتحوا معايا من صفحة 21 لحد صفحة 25. يلا نبدأ كده بسم الله. افتحوا معايا التدريب الشهري مليان أسئلة حلوة خالص. يلا كده نبدأ بسم الله. التدريب الشهري عندكم في صفحة 21. أول حاجة بيقول لي اكتب المصطلح العلمي: مادة تغير بسرعة التفاعل ولا تتغير، اللي هي مين هي؟ العامل الحفاز. طيب تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح فضاء هي تفاعلات تعادل، بين قوسين هنكتب إحلال مزدوج. طيب يقول لي مادة تفقد مادة، فدام قال لي مادة تفقد الإلكترون أكثر أثناء التفاعل هنبقى عامل مختزل مادام قال لي مادة. خلاص. كسر الروابط الموجودة بين الجزيئات المتفاعلات وتكوين روابط بين جزيئات المواد الناتجة، ده اسمه ايه؟ التفاعل الكيميائي. طيب تترتب الفلزات الرجلية حسب درجة نشاطها الكيميائي: متسلسلة النشاط الكيميائي. وسيلة أمان في السيارة قبل الانتفاخ: الوسائد الهوائية. طيب علبة معدنية توجد في السيارة الحديثة لمعالجة الغازات الضارة يبقى اسمه المحول الحفزي. التغير في تركيز المتفاعلات والنواتج وحدة الزمن: سرعة التفاعل. تدفق الشحنات الكهربية السالبة خلال موصل، هل جاب سيرة الزمن؟ ما جابش، يبقى ده اسمه ايه؟ تيار كهربي. محدش يكتب لي شدة التيار، لازم يقول خلال وحدة الزمن. تعالوا رقم 10: كمية الشحنة المتدفقة عبر موصل في زمن قدر 1 أمبير، ده تعريف شدة التيار. بعد كده هنا بيقول لي الشحنة المنقولة بتيار شدته 1 أمبير في الثانية الواحدة، ده تعريف ايه؟ الكولوم. فين هنكتب هنا؟ ده تعريف الكولوم. طيب 12: شدة التيار الناتج عن مرور كمية من الكهرباء مقدارها 1 كولوم عبر مقطع من موصل في الثانية الواحدة، ده تعريف الأمبير. خلاص. رقم 13: جهاز يستخدم في قياس شدة التيار: الأميتر. حالة الموصل الكهربية التي تبين انتقال التيار الكهربائي منه أو إليه إذا موصل بموصل آخر اسمه ده الجهد الكهربي. محدش يكتب لي فرق الجهد. الشغل المبذول لنقل كمية من الكهرباء مقدارها 1 كولوم بين طرفي موصل، أهو شايفين ده تعريف فرق الجهد أهو. خلاص. فرق الجهد بين طرفي موصل عند بدء الشغل مقداره 1 جول لنقل كمية من الكهرباء مقدارها 1 كولوم بين طرفي هذا الموصل، ده تعريف ايه؟ الفولت. فرق الجهد بين قطبي المصدر، بين قطبي المصدر الكهربي في الدائرة الكهربية المفتوحة: القوة الدافعة الكهربية. جهاز يستخدم لرفع أو خفض الجهد الكهربي في الأجهزة المنزلية: المحول الكهربي. وما نلخبطش بين المحول الحفزي والمحول الكهربي. بيقول لي هنا جهاز يستخدم لقياس القوة الدافعة الكهربية: الفولتميتر. جهاز يستخدم لقياس فرق الجهد برضه هنكتب الفولتميتر. يقول لي هنا ايه؟ أعد كتابة العبارة الآتية بعد تصويب ما تحته خط. أول حاجة بيقول لي هنا تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بانخفاض درجة الحرارة، هنكتب ايه هنا؟ بدل كلمة تزداد هنكتب تقل. طيب تنحل معظم كربونات الفلزات إلى ثاني أكسيد الكربون وأكسيد الفلز. خلاص. عند تسخين أكسيد الزئبق الأحمر يتحول لونه إلى اللون الفضي. المادة التي تفقد، قال المادة التي تفقد إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي عامل مختزل. تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بانخفاض هنكتب ارتفاع.
طيب المركبات الأيونية تكون تفاعلاتها أسرع، هنكتب هنا أسرع. بيقول عند استخدام 5 جرام من عامل حفاز في تفاعل كيميائي فإن كتلته بعد انتهاء التفاعل الكيميائي تكون أقل، هنكتب إيه؟ تساوي. تعتبر جميع الفلزات عوامل مختزلة. مختزلة. الأمبير هو الشحنة الكهربية المنقولة بتيار شدته 1. ده تعريف قلنا إيه؟ الكولوم. الكولوم يوصل الأميتر في الدائرة على التوالي. كمية الكهرباء المارة في سلك إذا كانت شدته 2 أمبير و10 ثانية تساوي 10 كولوم. طبعا هنقول كمية الكهرباء هنقول 2 في 10 هتساوي كام؟ 20 مش 10. طيب كولوم بتساوي الكولوم بتساوي أمبير في الفولت في هنكتب الثانية. يعتمد انتقال الشحنات الكهربية بين موصلين على شدة الموصلين على انتقال الشحنات على الجهد الكهربي للموصلين. طيب كمية الكهربية هي حالة الموصل التي تبين لا هنا هنقول ايه؟ الجهد الكهربي. بعد كده الجول وحدة قياس الشغل. يقول هنا الأوم يكافئ جول أمبير في الثانية، اللي هي عندي هنا مش الأوم هنقول ايه؟ اللي هو الفولت. الفولت يوصل الفولتميتر في الدائرة على التوازي. طيب استخدم الأميتر لقياس القوة الدافعة الكهربائية. الدائرة مغلقة. الدائرة السؤال ده فيه غلطة هنا، شوفوا هنا كاتب الأميتر قوة دافعة كهربائية بس مغلقة، هو قصده هنا أكيد الفولتميتر. الفولتميتر اشطبوها دي، إن هنا هنكتب إيه؟ مفتوحة. خلاص فاشطبوا دي، هنا في غلطة. 19 مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها 20 كولوم عبر مقطع موصل فرق الجهد 50. طبعا هو عايز الشغل هقول 50 في 20 هتساوي كام؟ هتساوي هنا 1000 جول. وحدة قياس القوة الدافعة الكهربية الفولت. خلاص. تعالوا هنا ماذا يحدث عند وضع قطعة من المغنيسيوم في محلول كبريتات النحاس؟ تعالوا نحلها. هنكتب يحل المغنيسيوم محل النحاس ويتكون، قلنا هيتكون ايه؟ كبريتات المغنيسيوم. خلاص. وايه؟ ويترسب النحاس. تعالوا نكتبها Mg زائد CuSO4 هتديني ايه؟ MgSO4 وهو زائد النحاس هيترسب بالشكل ده. السؤال الثاني بيقول لي انعدام او ضعف قوى التجاذب في الذرة بين النواة والكترونات التكافؤ. هنكتب 2 تصبح الإلكترونات حرة الحركة ويتدفق التيار الكهربي. تأجي رقم 3 زيادة كمية الشحنة الكهربية المرة عبر مقطع من الموصل في الثانية الواحدة. هنكتب تزداد شدة التيار الكهربي. طيب تعالوا في رقم 4. على ما أعتقد إن السؤال ده فيه غلطة، هنكتب هنا كلمة بعد زيادة. بصوا هنا هنكتب زمن، هنقول زيادة زمن سريان الشحنة الكهربية للضغط بالنسبة لشدة التيار عند ثبوت كمية الشحنة. ليه احنا كتبنا هنا زمن؟ لأن هو ثبت كمية الشحنة، يبقى لازم يغير ايه؟ الزمن. تعالوا برا كده نحلها. أول حاجة أنا عندي القانون بيقول ايه؟ ت بتساوي ك على ز. هو بيقول زود الزمن ضربه في 2 للضعف. أنا العلاقة بين ت وزين علاقة عكسية، يبقى هقول تقل شدة التيار للنصف. خلاص. السؤال اللي وراه ده بيقول
السؤال ده مهم، اكتبوا عليه مهم. زيادة كمية الكهرباء إلى الضعف كاف هنضربها في 2، وتقل الزمن للنصف الزين هنضربه في نص. خلاص. بالنسبة لشدة التيار السؤال ده مهم، تعالوا نحله بره. قال لي كمية الشحنة هيزودها للضعف والزمن هيقلله للنص. تعالوا القانون بيقول ايه؟ ت بيساوي كاف على زين. يبقى هنقول ايه؟ هنشيل قيمة كاف هنا هنعوض 2 على دي، هنرجع لبتاعت الصغيرة دي ايه؟ في نص. خلاص. هنقلب القسمة الضرب هنقول ايه؟ 2 في، هنقلب الكسر ده في 2 هتساوي كام؟ 4. مادام 4 عدد صحيح يبقى هنكتب يزداد شدة التيار لأربعة أمثالها. عرفنا؟ وضحت؟ هنكتب هنا ايه؟ تزداد شدة التيار إلى 4 أضعافها أو أمثالها. أضعافها أو أمثالها. تعالوا السؤال اللي وراه بيقول لي إيه؟ تلامس موصلين مشحونين وكان الجهد الكهربي للموصل الأول أكبر من الموصل الثاني. هنقول تنتقل الكهرباء من الموصل الأول إلى الموصل الثاني. بعدين بيقول 7 توصيل موصلين لهما نفس الجهد الكهربي بسلك التوصيل لا يسري أو لا ينتقل التيار الكهربي لأن الجهدين متساويين. تعالوا هنا أكمل. تنحل كبريتات الفلزات إلى أكسيد الفلز ويتصاعد غاز ثالث أكسيد الكبريت. هنا مديني المعادلة، هيديني أكسيد الدحاس وبخار المية. طيب تعالوا يعرف العامل المؤكسد بأنه المادة التي تعطي الأكسجين أو تنتزع الهيدروجين. عند اصطدام المفاجئ للسيارة أثناء الحوادث تنتفخ الوسادة الهوائية نتيجة امتلاءها بغاز النيتروجين. يستخدم في المحول الحفزي عوامل حفازة مثل البلاتين والإيريديوم أو البليديوم، الاثنين صح. بعد كده بيقول لي سرعة ذوبان قرص الفوار في حجم معين من الماء البارد. هنا بيسأل عن السرعة. خلاص. أبطأ هنقول من سرعة ذوبان قرص مماثل في نفس الحجم في الماء الساخن. يتفاعل الخرسين مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ويتكون ملح كلوريد الخرسين ويتصاعد غاز الهيدروجين. كلنا بنكتب أكسجين أكسجين، لا انتبهوا. تحتوي البطاطا على إنزيم الأكسيديز الذي يعمل على زيادة سرعة تفكك قلنا فوق أكسيد الهيدروجين. طيب ما المقصود عندنا؟ المقصود التعريفات دي سهلة، ارجعوا لها في الكتاب. تعالوا هنا لتحت لعلم. يقول يحل المغنيسيوم محل النحاس في محاليل أملاحه بينما لا يحدث العكس لأن المغنيسيوم يسبق النحاس في متسلسل النشاط الكيميائي فهو أكثر نشاطا منه. خلاص. لا تطفأ حرائق الصوديوم بالماء لأنه نشط جدا مع الماء سيحدث تفاعل عنيف. خلاص. يوصل الأميتر في الدائرة على التوالي. هنكتب هنا لقياس شدة التيار الكهربي. طيب بعد كده هنا بيقول انتقال الشحنات الكهربية من موصل مشحون لموصل آخر مشحون لوجود فرق
في الجهد الكهربي. مادام انتقلت يبقى أكيد في فرق. طيب لا ينتقل التيار الكهربي من موصل الجهد الكهربي 20 إلى موصل آخر 30. هنقول لأن 20 أقل في الجهد الكهربي، والتيار ينتقل من الجهد الأعلى إلى الأقل. خلاص. طيب لا يسري تيار كهربي عند توصيل مشحونين لهما نفس الجهد. هنكتب هنا اهو لأنه لا يوجد فرق في الجهد الكهربي. وهنكتب لأن الكهرباء لازم تنتقل في وجود فرق جهد. يوصل الفولتميتر بين طرفي المصدر الكهربي في البطارية في الدائرة المفتوحة. هنكتب هنا اهو لقياس القوة الدافعة الكهربية. يستلزم لشحن الموبايل استخدام محول كهربي اللي هو الشاحن. هقول ايه؟ لخفض الجهد الكهربي، لان ده لو دخل للموبايل هيفجر الموبايل، مش عايز كل ده جهد كهربي. خلاص. بعد كده بيقول لي ضع علامة صح أو غلط أمام العبارات الآتية: تفاعلات الأكسدة والاختزال تحدثان كل منهما منفردة. طبعا الكلام ده غلط. بعض التفاعلات الكيميائية تحتاج إلى عدة شهور لحدوثها مثل تفاعل تكوين النفط في باطن الأرض. طبعا لا، ده محتاج لعدة سنين. عند تسخين نترات الصوديوم يتصاعد غاز الأكسجين. طبعا الكلام ده صح. تتوقف سرعة التفاعل الكيميائي عن عدة عوامل منها درجة حرارة التفاعل. صح. يحل النحاس محل المغنيسيوم في محاليل أحد أملاحه. طبعا غلط. يتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كربونات الصوديوم ويتصاعد غاز يعكر ماء الجير الرائق. صح. تعتمد سرعة التفاعل الكيميائي على تركيز المتفاعلات. صح. معدل احتراق سلك ألمنيوم في مخبار به أكسجين نقي أقل من معدل احتراقه في الهواء الجوي. طبعا الكلام ده غلط. وكلمة معدل يعني بنقصد بها السرعة. طيب تعالوا السؤال اللي وراه. اختر الإجابة الصحيحة بين الأقواس. العامل المختزل هو المادة التي هنقول إيه؟ العامل المختزل هي تنتزع الأكسجين. خلاص. عند إضافة حمض هيدروكلوريك إلى قطعة من الفضة يتكون كلوريد الفضة لا يحدث تفاعل، لأن احنا قلنا الفضة أقل نشاطا من الهيدروجين. بعد كده تحل الفلزات النشطة محل هيدروجين الماء وينتج هيدروكسيد الفلز ويتصاعد غاز الهيدروجين. يعتبر التفاعل ده اكتب عليه مهم. يعتبر هنا شايفين الإلكترونات موجودة مع المتفاعلات لأن اكتسب، فدام اكتسب دي عملية اختزال. تشوفوا اهو الإلكترونات دي اهي دي مفتاح إجابة، لو موجودة تبع المتفاعلات يبقى اكتسب، فدام اكتسب يبقى ايه؟ اختزال. لكن لو موجودة هنا في النواتج يبقى فقط يبقى عملية أكسدة. تنحل بعض كربونات الفلز إلى، طبعا احنا قلنا أكسيد الفلز قبل ما نجاوب نشوف اللي في دماغنا، وثاني أكسيد الكربون، لأن دي كربونات فيها CO3 دي تدينا ثاني أكسيد الكربون. نشوف فين الإجابة أهو أكسيد الفلز وثاني أكسيد الكربون. عند تسخين أكسيد الزئبق الأحمر يتحول لونه إلى الفضي. المادة التي تغير من سرعة التفاعل ولا تتغير اللي هي العامل المساعد، هي كلمة العامل الحفاز. المادة التي تفقد إلكترون، شو بيقول؟ المادة يبقى هي تفقد، يبقى دي عامل مختزل. بيقول لي وضح بالمعادلات الكيميائية الموجودة كل مما يأتي: المغنيسيوم مع كبريتات النحاس. أهو المغنيسيوم زائد كبريتات النحاس هيديني ايه؟ كبريتات المغنيسيوم في الSO4 ويترسب النحاس. اهو. طيب تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك. اهو الحديد اهو زائد HCl هيديني ايه؟ كلوريد الحديد ويتصاعد غاز الهيدروجين. اهو هنا هنحط 2 وهنا هنكتب 2. تفاعل الخصين مع حمض الكبريتيك. السؤال ده حلو اهو Zn زائد H2SO4 عادي زي تفاعلات الإحلال البسيط.
طبعا الزنك أقوى من الهيدروجين، هيطلع إيه أهو ZnSO4. تكافؤ الكبريتات ثنائي والزنك ثنائي، مش هنحط هنا 2. ويتصاعد غاز الهيدروجين. طبعا هنا المعادلة موزونة مش محتاج. امرار غاز الهيدروجين على أكسيد النحاس أهو غاز الهيدروجين زائد CuO هيديني إيه؟ Cu زائد H2O. تفكك خامس أكسيد النيتروجين أهو خامس أكسيد النيتروجين هيديني ثاني أكسيد النيتروجين ويتصاعد غاز الأكسجين. طبعا نحط هنا 2 وهنا 4 كده المعادلة اتوزنت. قارن بين المركبات الأيونية والمركبات التساهمية من حيث سرعة التفاعل. أقول المركبات الأيونية أسرع وهنا بطيئة، بس ده اللي هو عايزه. نواتج انحلال أكسيد الفلز وهيدروكسيد الفلز. أكسيد الفلز أهو هنكتبها، تعالوا بره كده هنقول أكسيد الفلز ينحل إلى الفلز زائد ويتصاعد غاز الأكسجين. هنا هينحل هيدروكسيد الفلز إلى أكسيد الفلز ويتصاعد بخار الماء أهو. خلاص نرجع لكتابنا. بيقول لي هنا اذكر مثالا واحدا لكل من تفاعل كيميائي سريع جدا. هنكتب الألعاب النارية. تفاعل كيميائي بطيء نسبيا الصودا الكاوية زائد الزيت اللي هي دي صناعة ايه؟ صناعة الصابون. طيب تفاعل كيميائي يستغرق عدة شهور صدأ الحديد. تفاعل كيميائي يستغرق ملايين السنين تكون النفط أو البترول. بيقول هنا وضح بالمعادلات الآتية رمزية أثر الحرارة على كل منهم. بيقول أكسيد الزئبق الأحمر هو HgO بالحرارة هيديني Hg زائد O2. ونحط هنا 2 وهنا 2 وهنا طبعا في حرارة. كبريتات النحاس أهو CuSO4 هتديني إيه؟ CuO زائد SO3. طيب طبعا هنا في تسخين. نترات الصوديوم هنكتب اهو NaNO3 اهي حرارة هتديني NaNO2 زائد O2. طبعا هنعمل ايه؟ هنحط هنا 2 وهنحط هنا 2. طيب تعالوا هيدروكسيد النحاس CuOH الكل 2 بنسخن اهو هيديني CuO ويتصاعد بخار الماء. طيب اذكر استخداما واحدا لثاني اكسيد المنغنيز عامل حفاز موجب يسرع من تفكك فوق اكسيد الهيدروجين. الوسائل الهوائية حماية السائق أثناء الحوادث. الأنزيمات قلنا إيه؟ يزيد من سرعة العمليات الحيوية في جسم الإنسان. خلاص. في التفاعل المقابل ماذا يحدث عند استبدال قطعة من الحديد ببرادة حديد لها نفس الكتلة؟ نستبدل القطعة هنقول ايه؟ تزيد سرعة التفاعل خلاص بسبب زيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل. طيب العامل المؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي هنا هنقول ايه؟ زيادة. العامل هو أول هنكتب طبيعي المتفاعلات، ده العامل الأساسي. متفاعلات تحتيها هنكتب زيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل، لأن احنا دي ده النقطة دي تحت العامل الأول. طيب ناجي أعبر عن
تفاعل كيميائي معادلة موزونة. طبعا هنقول الحديد اهو زائد HCl هيديني ايه؟ FeCl2 زائد H2، هنكتب هنا 2 وهنا هنحط هنا 2. الشكل المقابل يوضح تفكك ثالث أكسيد الكبريت إلى ثاني أكسيد الكبريت والأكسجين تبعا للمعادلة. بعد انتهاء التفاعل الكيميائي يكون تركيزه بعد الانتهاء التفاعل الكيميائي، دي متفاعلات يبقى تركيزه صفر بعد انتهاء. اذكر ما يمثل كل خط مما يأتي. رقم 1 ده اهو SO3. طيب اهو SO3. طيب رقم 2، تعالوا نشوف رقم 2 اهو ده هياخد ايه؟ O2. ليه؟ لان هو اقل وزنا اهي هنا فوق 3 SO2. خلاص، يبقى هنا هنكتب O2 وهنا SO2. سنة ثالثة خلصنا حل التدريب الأول للشهر الأول. إذا استفدنا من الفيديو ما ننساش نبعته لزمايلنا عشان يستفيدوا، وما ننساش نعمل متابعة ولايك للقناة عشان إن شاء الله يوصلكم باقي الحل. شكرا لكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.